واش عمرك سمعتي شي صوت في ودنيك وانت بوحدك، ولا شي فكرة جاتك من العدم وحسيتي بها ماشي ديالك؟ واش سبق ليك حلمتي بشي حاجة ووقعت نيت بصح، ولا فكرتي في شي حد واتصل بك هذيك الساعات؟ هاد اللحظات اللي كتجي مفاجئة كتخلي الانسان يسول راسو، واش هاد الشي غير صدفة ولا كاينه شي طاقة خفية كتلعب في العقل ديالي؟ اليوم غادي نهضر لكم على التخاطر وعلى العين الثالثة وعلى علاقتهم بعالم الآخر وعالم الخفي اللي فيه الجن، فيه السحر، وفيه بزاف ديال الأسرار اللي ماشي الكل مستعد يسمعها. أول حاجة خاصنا نفهموها هي أن التخاطر كما كيتصوروه بزاف ديال الناس ماشي مجرد تبادل أفكار بين شخصين عن بعد، حينتاش دابا حنا التخاطر اللي كنعرفوا المعنى ديالو هو أنه كتبادل أفكار بينك انت وبين شخص آخر اللي هو بعيد عليك. ولكن التخاطر في الحقيقة هو تجربة اللي غريبة وكتوقع بزاف في الليل، في الهدوء، في الوقت اللي كيكون فيه العقل ساكت والجسد كيكون فيه مرتاح، وكتلقى راسك حسيتي بشي حاجة او بشي فكرة جاتك او شي مشهد كيدوز قدام عينيك او في دماغك بلا ما تفكر فيه، وكيوقع بالضبط نفس المشهد اللي داز قدام عينيك. التخاطر في الحقيقة هو تجربة غريبة كتوقع بزاف في الليل، في الهدوء، في وقت ما كيكون العقل ديالك ساكت والجسد ديالك مرتاح. كتلقى راسك حسيتي بشي حاجة او شي فكرة جاتك او شي مشهد كتشوفه في دماغك او اللي كيدوز قدام عينيك بلا ما تفكر فيه، ونفس هذا المشهد هذا اللي شفتي قبل كيوقع نيت بصح من بعد. هنا الناس كيسميوها قدرة خارقة، ولكن السؤال الحقيقي واش فعلا هذا التخاطر جا من عقلك ولا شي مخلوق آخر كيستعمل هذه اللحظة هذه باش يوصل ليك؟ قبل ما نجاوبكم على هذا السؤال اجي نشرح لكم شنو هي العين الثالثة. الناس كيشوفوا العين الثالثة على انها شي قدرة روحانية كتخليك تشوف اشياء ما كيشوفوهاش الناس، وتفسر الاحلام وتحس بالطاقة وتتصل بالعالم الروحي. ولكن في الحقيقة هذا المفهوم جاي من فلسفات شرقية، من الهندوسية ومن البوذية، اللي كيامنوا بوجود عين داخلية كتربط الانسان بالكون وبالآلهة ديالهم هما. وفي هاد الطقوس هادو كيقولوا ليك خاصك تفتح العين الثالثة ديالك عبر التأمل او عبر التنفس العميق، وباش تفتحها خاصك تسكت دماغك وتفتح الوعي ديالك. ولكن بلاتي واش عمرك سولتي راسك منين غادي تجيك هاد الرؤى هادي؟ شكون اللي غادي يعمر لك العقل ديالك وانت ساكت؟ في الاسلام كان امنوا باللي كاين عالم غيبي فيه الجن، فيه مخلوقات كتشوفنا ولكن ما كنقدروش نشوفوها، كتعيش بيناتنا وكتقدر تسلل العقل ديالنا، خصوصا الا كان مفتوح بلا حماية وبلا ذكر الله وبلا وعي. العين الثالثة في الحقيقة ممكن تكون باب اللي كيتفتح في العقل الباطن، ولكن ما كيدخلش منه طاقة نورانية بالضرورة او زعما طاقة اللي هي ايجابية او لا طاقة زوينة. ممكن يدخل منه الوسواس، ممكن يدخلوا منه رؤى مزيفة او لا اصوات غريبة او لا حتى تهيؤات كتشبه الاحلام، ولكن كتكون عبارة عن رسالة من الجن او من طاقة سحرية كتستغل لحظة الغفلة ديالك انت باش تدخل لعقلك. كاين اللي كيمارسوا التأمل بدون ذكر وكيدخلوا في حالة استرخاء عميق وكيبداو يسمعوا اصوات وكيشوفوا الوان وكيحسوا بالجسم ديالهم كيطير وكيقولوا راني فتحت العين الثالثة. ولكن الحقيقة هما غير دخلوا في واحد الباب، وراه هذا الباب هذا كاين واحد الخطر كبير. التخاطر إلا ما كانش محمي بالذكر وبالنية الصافية لله سبحانه وتعالى يقدر يتحول لقناة مفتوحة بينك وبين عالم الجن. الجن عندهم واحد القدرة أنهم يقدروا يدخلوا في العقل الباطن ويبعتوا واحد الأفكار ويشوشوا على دماغك، وحتى يقدروا يلبسوا لك الأفكار ديالهم بصوتك انت، وانت يسحب لك هذوك الأفكار ديالك ولكن هي ماشي ديالك. وهنا كيبدا الوسواس، القلق، الشك والانعزال، وهنا كيبدا طريق السحر، لأنه بزاف ديال السحارة كيبداو من هذا الباب، كيتعلموا يفتحوا العين الثالثة باش يتواصلوا مع الجن
وكيستغلوهم في التخاطر، في الإيحاء، في الرؤية عن بعد، وحتى في التحكم في الناس. والمصيبة الكبيرة أن هذا الشيء ولا اليوم كيتم تحت اسم تطوير الذات، ولا قانون الجذب، ولا علوم الطاقة، أو ولا اليوغا الروحية. الناس ما بقاوش عارفين الفرق ما بين العلم النقي والعقيدة المنحرفة. العين الثالثة ماشي لعبة، والتخاطر ماشي موهبة، راهما أبواب، وأي باب إذا ما كنتش عارفين غادي يديك ما تحلوش. وخاصة نعرفوا أنه الجن ما كيدخلش بلا إذن، ولكن إذا لقاوك ساكت غافل منغامز في التأمل بدون ذكر الله، راه كيعرفوا الوقت المناسب اللي يدخلوا فيه. العقل هو الحصن، والذكر هو القفل، والقرآن هو الحماية الحقيقية. باش تحمي راسك خاصك تعرف الفرق ما بين نور الله والضوء المزيف. كاينين الناس اللي كيديروا جلسات طاقية، كيحسوا بواحد الخفة في الجسد، بواحد الراحة، بطمأنينة مؤقتة، ولكن من بعد كتلقى حياتهم كلها تقلبات بكوابيس، خوف، أمراض ما مفهوماش، وحتى العلاقات ديالهم كلها كتخسر. علاش؟ حيت فتحوا باب العين الثالثة، وفتحوا معاه باب الجن، السحر، والتواصل الخفي. وهنا الإسلام عطانا البديل. عندنا البصيرة، وعندنا الفرقان، وعندنا الصلاة اللي هي الصلة الحقيقية مع نور الله، وعندنا الذكر اللي كيحميك في النوم، في الهدوء، في التأمل، وفي الخلوة. عندنا الدعاء اللي كيخلي عقلك عامر بنور الله، ماشي بأفكار ما مفهوماش. بغيتكم ديروا في بالكم أنه ماشي أي رؤية نعمة، وماشي كل صوت هداية، وماشي كل إحساس بالطاقة يعني راه الخير. كاينين إشارات شيطانية كيبانوا على شكل نور، ولكن كيديوك الهاوية. خلي عقلك واعي، وخلي باب روحك مفتوح لله سبحانه وتعالى، ماشي لأي طاقة خفية كتجيب لا اسم وبلا دعوة. لأنه الروح ديالي وديالك انت وديال الآخر كتغدى من الله سبحانه وتعالى، ماشي من الكون، وماشي من العين الثالثة، وماشي من مخلوقات خفية ما كتعرفش النوايا ديالهم. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم. الفيديو الجاي غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، واللي عرف واحد الضجة اللي هي كبيرة، موضوع الأحجار الكريمة. هذاك الخاتم اللي كتكون فيه واحد الحجرة في الكحل ولا واحد الحجرة في الخضر، وكيلبسوهم الناس وكيظنوا بأن عندها واحد التأثير على الجسم ديالهم وعلى الطاقة ديالهم. غادي نهضر لكم في الفيديو الجاي واش هاد الأحجار الكريمة عندها شي تأثير، وواش فعلا عندها شي طاقة، ولا مجرد وسيلة باش يدخلوا بها الناس الفلوس. نشوفكم في الفيديو الجاي. بسلامة.